دخلنا. السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. انا عارفه ان انتوا نسيتوني اصلا، لاني انا بطلع كل فين وفين. للاسف يعني فعلا السوشيال ميديا بقت مقرفه، بس الواحد بيطلع كل ما بيبقى فيه حاجه مهمه عايز يتكلم فيها يعني. عشان كده انا نوهت من حوالي ساعه وقلت ان هيبقى فيه لايف مهم، وقلت كمان قبل البث ان يا ريت اللي سنه اقل من ال 18 ما يحضرش اللايف يا جماعه. اللي سنه اقل او ما يتفرجش على الفيديو عموما، سواء هتتفرج عليه دلوقتي او هتتفرج عليه فيما بعد، ما تدخلش اللايف لو انت سنك اقل من 18. تمام كده؟ طيب انا مش عارفه في حد هيحضر في البث ولا لا، مش عارفه في حد موجود معايا ولا لا. هدخل في الموضوع على طول. في كارثه حصلت واكيد انتوا عرفتوا بيها، اللي هي السيده اللي في الشرقيه اللي عندها ابن عنده 5 سنين وذبحته واكلت دماغه، طبخت دماغه واكلتها. الموضوع مش كده بقى يعني، ده الموضوع طلع اكتر من كده بكتير يعني. طلع ان الست دي مطلقه بقالها 3 سنين، يعني المفروض ان ابنها ده كان عايش معاها وهي اللي مربياه، والناس بتقول ان هو والده كان عامل معاها مشاكل وسابها ومشي، وهي بقى تولت مسؤوليته. المفروض انها عزلت من المكان اللي كانت فيه عيلتها، ده اللي احنا سمعناه من الصحافة والاعلام. عزلت من المكان اللي فيه عيلتها وراحت قعدت لوحدها في شقة تانية. خلاص. كمية البشاعة اللي انا مش قادرة ادخل في الموضوع فيها، البشاعة في الموقف او في القضية دي، لا انا مش يعني فعلا انا مش عارفة بقى الصحافة والاعلام ازاي بتتكلم بقى في الموضوع يعني بكل صراحة، وعمالين يشرحوا ليه نضغط على مشاعر الناس قوي كده. ليه؟ انا واحدة من الناس وانا بتفرج على الفيديو بتاع حد من احد الصحفيين من حوالي ساعة، انا انهارت من العياط بأمانة. يعني مفيش حد هيستحمل التفاصيل المجرحة قوي دي. ليه ان انا افضل اقول عملت ايه؟ هي النيابه حققت معاها وصدرت التحقيقات من شويه، وقالوا ان هي اعترفت وادلت باعترافاتها، وقالت ان هي فعلا اللي قتلت ابنها. الست دي لا مريضه عقليا، لا اما في ناس داخله بتتعاطف معاها بتقول ما تعرفوش هي وصلت للموضوع ده ازاي. وصلت لموضوع ايه حضرتك؟ وصلت مهما يكون درجة الغضب اللي هي فيها او درجة المسؤولية اللي هي اتحملتها. ما في ناس بتطلق ب3 عيال وب4، وبعدين بقى الاضخم من كده ان هم راحوا قالوا لاهلها انتوا مستواكم المادي ايه؟ هل مثلا مش عارفين تاكلوا، مش عارفين تعيشوا؟ الاهل قالوا لا احنا متيسرين الحال جدا وعندنا اراضي وعندنا بيوت وعندنا. ايه اللي يخليها يوصلها انها تذبح ابن عنده 5 سنين؟ هل ده يا جماعة ابنها؟ انا عن نفسي بقول لا، استحالة ده يكون ابنها وتعمل فيه كده. يعني الواحد لما ابنه بيجيله دور برد بيتعب وبيبقى مش طايق نفسه وبيبقى قاعد جنبه ليل ونهار ويدعي ربنا ويصلي، ازاي هي وصل بيها الامر انها تذبح ضناها؟ احنا وصلنا للمستوى ده؟ وصلنا لكده؟ احنا بقينا في حاجة مرعبة، بقينا بأمانة في عالم مرعب. ده غير بقى القواضي اللي الواحد عمال يسمع عنها، ده لسه في قضيتين تانيين حصلوا، واحده امبارح وواحده اول امبارح، وان هي ذبحت ابنها دي. لكن في قضيتين غيرها زيها كده شبيه بيها كده. لكن هي ازاي احنا وصلنا للمستوى ده يا جماعه؟ الحاجه بقى اللي انا طالعه اتكلم فيها، انا مش عايزه اقول التفاصيل، بس انا قلت اللي اقل من 18 سنه ما يحضرش. خلاص. هي الجيران شكت ان ابنها بقاله اسبوع ما خرجش من البيت، وهي كمان، فبلغوا اهلها او بلغوا البوليس ان هم في ريحه نتنه من الشقه دي، وان اهلها الولد ما بيشوفوهوش بقاله اسبوع، والولد عنده 5 سنين على ما اعتقد انها ما عندهاش غيره. خلاص. فلما دخل البوليس لقاها انها فعلا الولد متقطع ومحطوط في جردل، وهي خدت دماغه وطبخت عليها وكلتها. حاجه قذره يعني، منتهى السفاله وقذاره، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيها. الحاجه التانية بقى ان النهارده ادلت باعترافاتها في النيابه ان هي ضربته في الحمام بايد سيف، اللي هو الفاس، اللي هو بايد فاس اللي هو بيبقى مع الفلاحين يعني، مع اخواننا الفلاحين. ضربته بيها 3 ضربات على دماغه، فالولد كان فيه الروح لدرجه انه مات وفيه الروح. هي معترفه بكده يعني. شوف كميه كمان الجبروت اللي عندها انها تقف تعترف قدام النيابه وتقول ايوه كان فيه الروح. فخلصت عليه بعد ما ضربته 3 ضربات بايد الفاس، ضربته 3 ضربات وخلصت عليه بالسكينه.
وبعدين بتقول سلخته وقطعته وحطيته في جردل وخدت راسه اكلتها، يعني طبختها وكلتها. ده بشاعه، ده بشاعه، احنا ما شفناش الكلام ده في الغرب. انا بالنسبه لي القضيه دي اهم من نيره اشرف، اهم من محمد عادل اللي كنا قلبين عليه الدنيا وبنقول هيتحكم عليه بايه. الست دي لو خرجت احنا خلاص كده على الدنيا السلام. يعني بقى اللي وصلها انها تعمل كده في ابنها يبقى عادي بقى ان الازواج تقتل زوجاتها زي ما بيحصل دلوقتي، اللي احنا كل يوم نسمع قضيه واثنين وثلاثه ان زوجها قتلت زوجها، زوج قتل زوجته، وصل كمان ان الناس بتقتل عيالها. فحته ان انت نيجي للقضاء الشريف النزيه بتاعنا اللي على راسنا كلنا، حته ان يطلع ان الست دي مريضه عقليا فنقول تخرج من القضيه عشان هي مريضه عقليا وتتحجز في مصحه، دي تبقى كارثه سوداء علينا وعلى دماغنا. انا بنوه علشان في ناس قالوا كده وبعتوا على الخاص وقالوا لو طلعت اتكلمتي في الموضوع يا استاذه نبوهي ان هيحصل كده، هيتقال دي مريضه عقليا. ما انا شفت نفسي، انا النهارده شفت في تحقيقات النيابه وهم بيذيعوها احد الصحفيين ناس داخله من المتابعين بتوع الصحافه، ناس داخله ليهم بيقولوا لهم ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصلها للحاله دي، الله اعلم بحالتها ايه اللي وصلتها للحاله دي. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده هي تتحاكم واهلها اللي ربوها اللي هو جوزها خدها منهم يتحاكموا، ده اذا هي ما كانتش اساسا ملهاش اهل ومن اولاد الشوارع. وطليقها يتحاكم ان هو سايب لها ابن زي كده وعارف انها حتى لو مريضه عقليا، وجيرانها يتحاكموا، مفيش حد ليه علاقه بيها ما يتحاكمش. وهي طبعا اعدام، مفيش حد يدخل يقول محدش يعرف ايه اللي وصلها لكده وحرام عليكم وما تقولوش عليه، ما اقولش عليه. انتوا عايزين بشاعه اكتر من كده ايه؟ عايزين الدنيا توصل لفين؟ لما ست ذبحت ابنها واكلته، عايزين الدنيا توصل، بتتعاطفوا زي ما تعاطفتوا مع محمد عادل، بتتعاطفوا في ايه؟ الست دي لازم يا جماعه تاخد اعدام، ده لو ما خدتش اعدام هتبقى على الدنيا السلام. ما ينفعش ان احنا نقول مريضه عقليا، ظروف شخصيه، ظروف مرضيه، اصل ممكن يكون حصل من طليقها مش عارفه ايه. واحده طالعه بتقول اصل انا كنت بحبه وكنت خايفه عليه من مقاسي الدنيا فكلته. والله العظيم ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ يعني خايفه عليه من مقاس الدنيا وان يقاسي في الدنيا فتاكليه ينزل بطنك فتبقي تولديه تاني بقى. ما هو شغل الجنان ده يا جماعه مع كل الناس. ما هو زوج يقتل زوجته يطلعوا يقولوا اصل عليه عفريت وملبوس ومعمول اعمال ان هو قتلها خلال 48 ساعه. واحده تقتل صاحبتها اصل كانت معمول لها عمل انها تكره صاحبتها دي عشان كانت بتحبها موت. واحد يقتل واحده تقتل ابنها وتذبحه وتاكله، لا دي مريضه نفسيا وعندها ظروف ومش عارفه ايه. لا ما هي كده الشعب المصري هيبقى 99 منه ملبوس ومجنون وراكبه عفاريت واعمال، وال1% هو اللي عاقل. ما احنا كده مش هنوصل لحل. فارجوكم يا جماعه مفيش حد يدخل في التعليقات الصحفيه او في التحقيقات او في الفيديوهات اللي معموله عليها ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصلها لكده. حسبنا الله، ما تعرفوش ظروفها ايه، ظروف ايه. بلاش تعاطف مع حاله زي كده، بلاش تعملوا ضجه مع حاله زي كده، بلاش تعملوا شو وتدخلوا تعملوا شو زي ما عملنا نهار محمد عادل اللي هو اساسا اتحكم عليه بالاعدام لحد دلوقتي، انما لا نعرف الحكم اتنفذ فيه ولا لا، ولا في النعام برضو ما حدش قال اتنفذ فيه ولا لا. بلاش تعاطف مع حاله الست دي، لان في انا مش ضد الستات طبعا، وده معروف ان انا قناتي اساسا يعني مش ضد الستات ابدا، وعارفه ان الستات متحملين مسؤوليه، وبالذات الستات المصريين متحملين مسؤوليه فوق طاقتهم فوق طاقتهم فوق طاقتهم. المطلقات والارامل والناس اللي هم ازواجهم ارزقيه متحملين مسؤوليه رهيبه جدا، ولكن مش كل الستات، في ستات مفتريه. انا اعرف ناس بتبيع عيالها، انا اعرف ناس بتسيب عيالها لطليقها وتقول له ربيهم انت، انا متنازله عنهم، اولع انت بيهم، عشان هي تروح تعيش حياتها وتتجوز. مش كل الستات مظلومه، مش كل الرجاله ظالمه، ومش كل الستات مظلومه يا جماعه. فمحدش يطلع يقول ظروفها ومش ظروفها، مهما تكون الظروف ما ينفعش نقول كده، ما ينفعش نقول دي ست ربنا اعلم باللي وصلها لكده، مهما تكون ظروفها. والله لو هشحت بابني، لو هقعد على باب جامع بابني، لو انا رجلي مقطوعه وايدي مقطوعه هقعد اشحت بابني قدام باب جامع، طالما فيا عين وفيا بق وفيا ايد وبعرف اتكلم انزل اشتغل عليه في اي حته، وما سيبوش لطليق يربيه، ما سيبوش لمرات اب تربيه. في نفس الوقت برضو ماخدوش اعذبه واضغط على ابوه بيه زي الفيديوهات اللي بتطلع وبنلاقي الام ماسكه العيل تحرق فيه بالسجاير وتحرق. انا بقيت اشوف حاجات بشعه بشعه.
امهات جايبه عيالها تضغط بيهم على ازواجها المطلقين منهم، ويروحوا جايبينهم في فيديوهات وحارقينهم بالسجاير ومولعين فيهم ويعذبوهم علشان تقول له اديني النفقه. وده ليه؟ لان احنا ما عندناش سرعه حكم في النفقه في المحاكم. وده ليه؟ لان احنا ما عندناش حكم بصراحه. يعني في حته الطلاق دي القواضي بتقعد كتير جدا، فالام ما بتلاقيش حاجه غير انها تضغط بالطفل على يعني طليقها او كده. لا حرام عليكم، حرام عليكم. حضرتك بتدافع عنها ليه؟ طب ما كل الستات كده شيطان؟ لا مش كل الستات شياطين. انا لسه بقول لا كل الستات شياطين ولا كل الرجاله ظلمه. لا، ستات مصر على راسنا من فوق، وستات مصر محترمين وشايلين مسؤوليه كبيره جدا مع ازواجهم او بدون ازواجهم، سواء ارامل، مطلقات، موظفين، ازواجهم شغالين ارزقيه. لا مش كل الستات شياطين مع احترامي لحضرتك. لا، ستات مصر على راسنا من فوق ومتحملين مسؤوليه كبيره جدا. ولكن ان احنا نوصل ان ست تقتل ابنها وتاكله، ما حصلتش دي. حصلت متهيألي من كام سنة في العالم الغربي في دولة من الدول الأوروبية، والدنيا اتقلبت عليها وقالوا إن في مش عارفة راجل ولا ست قتل ابنه وكله. إحنا إيه وصلنا لمصاصين الدماء؟ لا أنا ما بدافعش عنها. أدافع عنها إيه؟ ده أنا بقول أنا ضد اللي بيدافع عنها يا أستاذ محمد. أنا بقول أنا ضد اللي بيدافع عنها. لا أنا ما بدافعش عنها. انا بقول يا ريت ما حدش يطلع يدافع عنها، عشان انا حصل الكلام ده في محمد عادل واتكلمنا فيه وقلنا ما حدش يدافع عنه. ده قاتل قاتل قاتل، ومن وعد محمد عادل وقواضي القتل كترت. انا ما بدافعش عن حد وما بدافعش عنها. دي قاتله بكل المعايير وبكل المقاييس، شرعا وقانونا لازم اعدام. ولكن انا لما يدخل حد يعلق في منشور صحفي على الموضوع ويقول الله اعلم بظروفها، يبقى انا كل واحده هتروح تجيب ابنها ولا بنتها تعذبه عشان طليقها يعرف بالموضوع، كل واحده هتروح تقتل ابنها عشان طليقها مش عايز يديها نفقه، يبقى احنا ما نخلفش احسن، ما نتجوزش احسن، يبقى بلاها جواز. وانا بطالب والله العظيم بطالب القضاء، الست دي يتحاكم كل من رباها، من اهلها، من جيرانها اذا كانوا عارفين انها مريضه عقليا وساكتين، اهلها اذا كانوا عارفين انها مريضه عقليا وساكتين، زوجها اللي سابها وطلقها ده يتحاكم برضو اذا كان عارف انها مريضه عقليا وساكت وسايب معاها طفل زي كده. وبرضو يعني ده يدينا اشاره ان اي حد يعرف بان حاله الانسان اللي جنبه في البيت اللي جنبه في الشقه اللي جنبه، بلاش حته الاستقلال النفسي او الذاتي اللي بقينا فيها قوي دي، بلاش دي. ده حتى في الاحياء مش الراقيه، الشعبيه كمان بقت كل واحد مستقل بذاته قوي. ابقى عارف ان اللي جنبي تعبان نفسيا ولا مريض نفسيا ولا ما ينفعش يبقى مؤهل على اطفال او على نفسه وما بلغش عنه. يقول لك وانا مالي يا عم، بدل ما يجي يسالوني يقولوا لي انت اللي بلغت وانا مالي. لا مالك ازاي؟ لا مالك النبي وصى على 7 جار. فلما يكون جيرانها مثلا عارفين انها مريضه نفسيا ومعاها اطفال وما يبلغوش، حرام عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يعمل كده. لو انت شايف ان طليقتك مش مؤهله بالاطفال، اطلب حضانتهم وخدهم. بلاش تبقى انتوا الاتنين قاسيين على الطفل. اطلب ضم حضانه وخدهم وقول انها غير مؤهله ليهم، سواء موظفه ومش مراعياهم، سواء متزوجه وبتهتم بزوجها اكتر منهم، سواء هي رمياهم في دار رعايه او ايتام وسايباهم. ما تروحش انت كمان تتجوز وتسيبهم. ارجوكم اللي يطلق، يا اما انت تبقي قد كلمه طلقني وتعرفي تحافظي على عيالك وتربيهم صح، لو هتشحتي عليهم ما تسيبهمش، يا اما انت تبقى قدها لو طلقت مراتك وتقول لها تعرفي تحافظي على عيالك ولا اخدهم دول عيالي وربيهم، يا اما بلاش تطلقوا او بلاش تتجوزوا من اساسه. اتجوزتوا يبقى تستمروا. مفيش حاجه اسمها طلقني، اتطلقتوا تبقى برضه تاخدي عيالك تربيهم او هو ياخد عياله ويربوهم. لكن واحد فيكم عارف ان التاني غير مؤهل ويسيب له الطفل بتاعه او يسيب له عياله يقول لي ربيه زي ما يربيه او يضغط بيه على التاني، لا حرام بجد. الاطفال ذنبها ايه؟ يعني انا اخر ما توصلت له التعذيب بتاع الامهات المطلقات للاطفال علشان تضغط على طليقها ان هو يديها نفقه، انما توصل ان تذبح طفلها وتاكله وعشان خاطر ان هي غير مؤهله ولا مجنونه ولا مريضه نفسيا. الناس كلها بتقول عاقله وما شاء الله عليها كويسه، وبعدين هي معترفه. مفيش واحده مجنونه هتعرف هي عملت ايه، مفيش واحده مغيبه هتعرف هي عملت ايه، دي معترفه بكل حاجه. فمحدش بعد اذنكم يدخل يدافع عنها تماما ولا يقول ان ظروفها عملت كده ولا ظروفها ولا اي الكلام اللي احنا بنسمعه ده. لا يا جماعه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. وانا بطالب القضاء المصري ان بجد اي حد كان ليه علاقه بيها يتحاكم ويتحقق معاه، سواء اهلها، طليقها، جيرانها، اي حد كان يعرف عن الست دي حاجه
لازم يتحاكم، مش هي بس اللي تتحاكم.